فعلا. لا هو كده يعني تسجيل كويس. الموضوع بعد اذن حضراتكم هحكيه سريعا. في معده كلمتني اسمها شريفه شحاته، قالت لي في برنامج انتاج قناه اون تي في مع قناه برازيليه بتصور في الغردقه عن المونديال، وعاوزين ان انا اروح اسجل حوار رياضي فني اجتماعي لطيف جدا، وهي اللي تولت معايا كل الامور، الايام، امتى السفر، الحجز، كل حاجه الحقيقه. ومن ضمن الحاجات اللي يعني ادتني طمأنينة بسببها انها بتعمل في جريدة صوت الأمة مع الأستاذ المحترم عبد الحليم قنديل، وهو إنسان أثق فيه جدا الحقيقة. بالمناسبة بس سريعا كده اتضح إنه شريفة شحاتة مش عضوة في نقابة الصحفيين ولا حاجة، يعني هي بتشتغل كده بس منها ليها، يعني ملهاش عضوية في نقابة الصحفيين. ما علينا. سافرت فعلا على الغردقة، يخت كبير دورين. انا كنت قايله لها مين هيقدم يا شريفه؟ قالت لي مذيعتين، واحده برازيليه وواحده لبنانيه. رحت فعلا يخت كبير دورين، لقيت مذيعتين بنوتين لطاف قوي جميلتين، واحده اهلين اهلا وسهلا. ابتدينا الحوار، الاسئله فعلا تدي الكارت الاحمر لمين؟ قلت لهم لكل الكذابين، كاني كنت بستشرق ان اللي هيحصل معايا من بشر وافعالهم من كذب وخداع وغش. المهم خلصنا الحوار وقالوا لي هنرجع على الشط علشان نديكي الكاس بتاع المونديال، يعني كاس مجسم كده للذكرى يعني عن المونديال. عفوا نسيت اقول لكم احنا ازاي خدوني ازاي لليخت الكبير ده اللي في عرض البحر. خدوني في قارب. اول ما رحنا على الشط الاول كان فيه شباب جمال قوي، خواجات الله اعلم بقى برازيليين ولا ايه، اللي لابس اللبس الرياضي بتاع البرازيل، واللي لابس بتاع ايطاليا، واللي لابس بتاع فرنسا، وراهم اعلام كبيره برضه بتاعت الفرق الرياضيه. فخدوني في قارب مطاطي اللي هو اسمه الزودياك، ده بيبقى قارب زي قارب الانقاذ. انا والمصور اسواني، ومسجل الصوت، والمذيعة البرازيلية، واللي بيسوق آدم الغطاس اللي بيسوق. واحنا رايحين في القارب كنا كلنا لابسين اللايف جاكيت. واحنا رايحين في الطريق، واحنا راجعين بقى كان من غير مسجل الصوت، وكنت انا بس واسواني المصور والسائق آدم الغطاس آدم، بس البنت ما كانتش لابسة اللايف جاكيت بتاعها. المهم فاحنا ركبونا تاني هذا القارب المطاطي علشان نطلع بقى على الشط، فاخد الكاس بتاع المونديال. في وسط البحر فجأة القارب وقف والموتور توقف، وآدم الغطاس كلم الو البطارية بايظة، مش احنا قلنا لكم تصلحوها واحنا رايحين؟ برضه وقف كده لمدة دقيقتين الموتور بس اتصلحت بسرعة، ليه ما غيرتوش البطارية؟ طب انا جاي اخد البطارية. وفي ثانية كان في المية واختفى. انا ما بقتش فاهمه في وسط البحر، انا وبنت صغيره السن المذيعه البرازيليه والمصور فقط. مفيش دقيقتين عفوا في ارضيه القارب زي عفوا البلاعه بتاعت البانيو كده اتفتحت، انفجرت، وميه البحر فضلت تطلع متدفقه من الارضيه بتاعت القارب بغزاره شديده جدا. ابتديت انا مش فاهمه ايه اللي بيحصل، وكنت طبعا لابسه نظاره انا جايباها معايا هطلعها. بعد دقيقتين البنت مش عارفين نعمل ايه، ببص حوالينا مفيش يخت بعيد قوي، شباب عمالين شاور الحقونا الحقونا هيلب، ما حدش طبعا سامع. الميه عماله تزيد في ارضيه القارب. فجاه البنت عملت نفسها اتزحلقت وراحت واقعه في الميه قدامي، عماله تشرق وتطلع وتنزل وتشرق وتطلع وتنزل وتمد ايدها عشان الحقوني. خالد طبعا بيتكلم برازيلي يعني. اسواني المصور عامل نفسه انه بيمد ايده علشان يجيبها وماسك الكاميرا الثانيه على كتفه اليمين، والميه عماله تزيد في ارضيه البتاع. البنت فضلت تشرق وتطلع وتنزل لحد ما اتسحبت تحت الميه قدام عيني واختفت تماما كانه الدوامه. الصدمات العصبيه اللي ابتدت تتتالى، مش فاهم ايه اللي بيحصل، والبنت غرقت. انا ابتديت اتشاهد، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. فجأة لقيت المية مكان ما اختفت البنت بقى لونها أحمر بغزارة جدا. فجأة ابتدى يظهر ديول سمك قرش
سمكه والثانيه والثالثه. انا طبعا عمري ما شفت سمك قرش في حياتي، من السخريه واحنا رايحين بقول لهم اوعوا يكون يا جماعه المنطقه دي فيها سمك قرش. ف قعدوا يضحكوا يعني، وادم قال لا لا هنا مفيش سمك قرش يعني. سمكه واثنين وثلاثه عمالين يلفوا ويحوموا يلفوا ويحوموا حوالين القارب المطاطي، وانا والمصور فقط، والميه الحمراء بتزيد قدام عيني، وفجاه رجل مقطوعه طلعت على وش الميه، والسمك عدده عمال بيزيد، وانا بقيت اتشاهد فقط ما بعملش حاجه ثانيه. كل الترويع ده وانا مش فاهمه ايه اللي بيحصل، ولا انا فين، ولا عارف حضرتك لما تبقى بتتكلم في الموبايل فالصوت يقطع، يبقى تسمع شويه وما تسمعش شويه، والصوره تروح شويه وترجع شويه، والدنيا تضلم شويه وتنور شويه. انا بقيت مش الحقيقه مش عارفه، ولكن ربي مثبتني بتشاهد، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله، ومكلبشه بايديا واسناني على الدركسيون بتاع القارب علشان هو جنب الموتور، وده الحته الوحيده اللي طافيه على وش الميه، والقارب عمال الارضيه بتاعته تتملي بالميه، لدرجه انه عفوا الحذاء الرياضي اللي انا كنت لابساه، اللي هو نفس اللي انا لابساه دلوقتي هوريه لحضراتكم كمان شويه، اتملى وتقل جدا. فابتديت اقول اعمل ايه عشان لو نزلت، فعفوا شلت الحذاء بالشراب، وكنت لابسه عقد اتقل من ده كده، فعفوا رحت حطاه كده. حتى دي كان من الاسئله الاستاذ رامز بعدين لما قابلته قال لي وايه اللي حطيتيه في صدرك؟ فقلت ياه ده كاميرات دقيقه جدا. الحقيقه كان اكبر عدد كاميرات شفته في حياتي بيصور فوق الميه وتحت الميه. تحت الميه بقى مع هذا الترويع اللي حصل، البنت اتزحلقت وشرقت وطلعت ونزلت واختفت واتسحبت، وميه دم احمر ورجل مقطوعه طلعت، وانا ماسكه كده. هذا الاسواني المصور اتاري الاهم هو اللي جاي اني لازم ارمي نفسي في الميه، فقال لي الميه والموتور هنتكهرب، اللي هو ايحاء نفسي علشان انا لا شعوريا تحت هذه الصدمه ارمي نفسي في الميه. طبعا هم ملبسيني لايف جاكيت، طيب يعني يا ترى وانا لابسه لايف جاكيت طبيعي هيبقى مخليني طافيه تحت الميه، لكن يا ترى ايه اللي تحت بقى؟ عفوا هبقى طافيه فوق الميه، يا ترى ايه اللي تحت الميه؟ هو ده كان السؤال. اللي تحت الميه يا حضرات كان 10 كاميرات. 10 كاميرات. انا سالت بعد ما فقت من الصدمه بعدها بيومين الغطاسين المحترفين اللي بيصوروا، الكاميرا الواحده في اليوم ب 15000 جنيه، ف10 كاميرات يعني 150,000 جنيه في اليوم الواحد. عشان تصور ايه يا ترى؟ عشان تصور مثلا عفوا ارضيه القارب مثلا المطاطي اللي احنا كنا راكبين فيه، ولا تصور ايه 10 كاميرات اللي الاستاذ رامز اتباهى انه شفت احنا معانا على فكره 10 كاميرات تحت الميه بيصوروا. انا مش قادره اتخيل الحقيقه، علشان حتى لو الحمد لله ان الواحد ما كانش لابس فستان، بس يعني لو لابس بنطلون والحمد لله ان الواحد كان ربنا ستره، ربنا يسترنا جميعا دنيا واخره. لكن عشان تحت الميه بقى يكملوا عليك الترويع، الله اعلم بقى، مكنه تقرصك، جهاز هيعضك، ما انت هتبقى في تحت تاثير هذه الصدمه، هتبقى حاسس انه ايه ده سمك القرش اللي هياكلني بقى، زي ما كان البنت من 5 دقائق ورجلها المقطوعه طلعت على وش الميه. ويا ريت نحط على الشاشه على فكره الصوره بتاعت الايدين المقطوعه والرجلين المقطوعه، جايباها معانا في فلاشه. ربنا الهمني اني ما ارميش نفسي بعد الجمله اللي قالها لي الاستاذ اسواني دي، انه ممكن نتكهرب من الموتور والميه، وفضلت ماسكه في القالب، والثانيه من سذاجتي قلت ايه ده يا حرام، ماسك بايد واحده هذا المصور والكاميرا على كتفه الناحيه الثانيه، و يا حرام معقوله العهده بتاعته خايف عليها اكتر من حياته. طبعا بمنتهى السذاجه، يعني ما زلت حتى تاثير الصدمه وانا بنفس سذاجتي ونفس عبطي لا مؤاخذه. فربنا الهمني انه معقوله ده يكون برنامج مقالب؟ قلت لهم يا جماعه لو ده برنامج مقالب انا عندي القلب. دي الجمله اللي ربنا الهمني بيها عشان تنفذني. انا عندي القلب اني اقول كده. فالظاهر خافوا، الظاهر كان لسه في ذره ضمير موجود عندهم، انسانيه لسه موجوده عندهم. او ده بقى يا دوب نكمل بقيه البرنامج علشان هو ده اللي جاي بقى، اللي هنجيب الاعلانات لما يظهر نجم البرنامج. لقيت حاجه نافوره كبيره كده جايه، طبعا زي ما قلت لحضراتكم انا الدنيا بتضلم وتنور وتضلم وتنور،
لقيت معرفش ازاي، اقسم بالله لا شفت ولا عرفت ازاي انا اتنقلت من الزودياك اللي كنت فيه القارب المطاطي ده لللانش اللي نقلوني فيه، ولا مين خد بايدي، ولا اتنقلت ازاي وانا كنت عفوا من غير الحذاء حافيه ومفيش حاجه معايا. مين خدني من ايدي، مين نقلني، اقسم بالله ولا اعرف. على وانا قاعده رميت على الكنبه بتاعت هذا اللانش، على واحد بيقول لي هي انا رامز جلال. ياه بالبساطه دي بعد كل الترويع ده، هي انا رامز جلال. بصيت في وشه قوي، اللي هو مين ده؟ مين ده؟ انا كل ده كمان كنت فاكراه انه ده برنامج المقالب بتاع الان تي في، ده برنامج مقالب بالقناه البرازيليه مع الان تي في. بصيت كده عبال ما تبينت مع الصوت انه حد قال لي انا رامز جلال. قلت له ايه ده انت عجزت كده ليه؟ قال لي ما انا 53 سنه. قلت له لا ما مش معقول. قال لي 47 48. اقسم بالله العظيم كل كلمه رامز قالها لي هي اللي بقولها الحقيقه، اقسم بالله العظيم. واحنا في اخر يومين في شهر شعبان بترفع اعمالنا لله سبحانه وتعالى. انا ما بقتش مصدقه، وحسيت اني هنفجر من الغضب، هنفجر من الغضب. فبالظبط اللي قلت له لما تحب تعمل البرامج التافهه بتاعتك دي تجيب ضيوف تافهين زيك. انا متاسفه جدا، دي مش شتيمه، انا متاسفه جدا، ده وصف. زي اللي بالظبط بيقول لي انت والله انت اوفر، انت والله مريضه بكرامتك، ولا والله يعني مزوداها. ده وصف ليا، ده وصف، ده ما يزعلنيش. ايوه انا مريضه بكرامتي، ايوه انا معتزه جدا باخلاقي وباسمي وبتاريخي، حتى لو اتقال عليا انا معقده. اللي بيقول عليا ده مش شتيمه، ده وصف ليا. فانا لما بصف ده بصف انه هذه الافعال بالنسبه ليا شيء تافه، فانا حره. زي بالظبط عفوا اللي بيشرب خمر هو حر، بيتقال عليه خمرجي، بيتقال عليه بيمشي يتطوح، بيتقال عليه لسانه تقيل، وصفه هو حر، انا مالي. لكن تجبرني اشرب خمره زيك، انا متاسفه، كل واحد حر وربنا هيحاسبني ويحاسبك. انا لا ليا حساب عليك ولا حضرتك ليا حساب عليا. لكن تجبرني اشرب خمره، تجبرني اعمل اجيلك عشان اعمل مقلب، ايه ده؟ استاذ رامز يقول لي اصل احنا ما بقيناش نقدر نقول للناس انه ده برنامج رامز لان الضيوف بقى يرفضوا. اقسم بالله العظيم كل حرف انا بقوله رامز قاله لي. قلت له كمان يعني انت بغش وخداع وكذب بتجبر الضيف، ومع سبق الاصرار والترصد من بيتي من وانا في مصر، بتجبرني اني انزل من بيتي عشان اجيلك عشان تعمل فيا مقلب، عشان تقول هي انا رامز جلال، عشان تزود اعلاناتك حسب اسم الضيف اللي عندك، وكل ما كان اسم سنا اكبر يا سيدي، معقد اكتر يا سيدي، فيبقى الضحك عليه اكتر، عشان تزود اعلاناتك على حساب مشاعري وترويعي وكرامتي. حسبي الله ونعم الوكيل. عشان حضرتك ربنا يزيدك ويعطينا، تزود اجرك ويبقى 8 مليون جنيه، ربنا يزيدك ويعطينا بالحلال، فتروعني وتجبرني اجيلك غصب عني من بيتي. واقسم بالله العظيم انا من بيتي لما شريفه شحاته اللي افعالها غير شريفه قالت لي، قلت لها كذا مره اوعى يكون برنامج مقالب. ازاي مدام اسرار؟ عيب حد يجرؤ انه يقول لحضرتك تعالي في برنامج مقالب؟ لا برافو يا شريفه، نيمتيني كويس، خدعتيني كويس. يا هاله يا سرحان ركبت لي القرون كويس من بيتي يوم واثنين وثلاثه، واسالها مره واثنين اوعى يكون برنامج مقالب. ازاي؟ وحتى لما رحت الغردقه اوعى يكون برنامج مقالب. لا ازاي مدام اسرار؟ لا خدعتيني كويس الحقيقه.